صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة كده صحيت بدري وجبت فطار بقى من بره. قلت بس اعمل قهوة وطلبت من بريدفاست فطار، فجبت كرواسون كده. المفروض ده بالتركي والشيدر. عملت بس قهوة وقلت كده بقى نفطر ونظبط اليوم مع بعض. وانا على الابليكيشن كمان جبت حاجة للغدا كده هنجربها مع بعض. يا رب الفيديو يعجبكم. لو اول مرة بتشوفوا القناة متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ورأيكم في الكومنتات كمان. وجي وقت الغدا وكان نفسي في محشي كرنب. انا الصبح كنت بجيب حاجات من على بريدفاست ولقيت النوع ده. اوكي، فقلت هجيبه اجربه. انا بس سبته يفك. بصوا شكله مرصوص حلو، وعايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي. هفك بس الورق من عليه ده عشان يبان واوريه لكم. بصوا شكله هو ملفوف حلو، وشكله فيه خضره وفيه حاجات كويسه. انا جبت حله وحطيت بس فيها فلفل كده من تحت. انا بحب ريحه الفلفل مع المحشي. هرص الحله بقى كده. ده كيلو، وهشوف لكم سعره كان كام على بريدفاست. وطبعا لما يستوي بقى وندوقه هقول لكم رايي فيه. ده كده المحشي بعد ما رصيته. وجبت هنا معلقه صلصه. انا بسلق فراخ، هاخد الشوربه وهخفف بيها الصلصه دي وهسقي المحشي عندي طبعا. وانا بحب احط عليه كده طبق صغير علشان الرز ما يطلعش يعني كتير. وهسويه والفراخ خلاص اتسلقت يعني اوريدي. فهبدأ بقى اسوي المحشي واحمر الفراخ. ده كده شكل المحشي، وحمرت فراخ بلدي صغيره. هدوقه كده واقول لكم بقى رايي فيه. بصوا هو حجمه صغير وحلو يعني. الحجم بتاعه مش كبير. هو ده شكله. بصوا هو تتبيلته حلوه قوي واللف حلو وطعمه يعني حلو. بس طبعا عارفين انتوا الرز لما بيبقى متجمد بيبقى شويه مكسر. بس يعني انا حاسه ان ده حل سريع كده لو نفسكم في محشي كرنب ومش عايزين تقوموا تعملوا. فلذيذ وهاكله يعني، وهجرب منه انواع تانية. ده من ابلكيشن بريدفاست. فيلا هتغدى بقى ونيجي كده نعمل صنف حلو خفيف للصيف مع بعض ونكمل اليوم. بعد الغدا عملت هنا شاي بقى اشربه. وكنت بنضف هنا المكان بتاع العيش ده ففتحاه. وبصوا بحط فيه عود قرفة كده بيدي ريحة حلوة، وكمان بالذات ريحة الخشب بيشيلها يعني. وبسيبه متهوي كده من فترة للتانية. كان عندي الجيلي ده بتاع دريم، فحطيته هنا وحطيت عليه سكر دايت. اللي انا بستخدمه اللي هو مش فيه افتر تيست، يعني سكر دايت سكر ستيفيا اي حاجة. وهنا عندي ده نص لتر دول، يعني عبوتين. وده نص لتر مية مغلية. هبدأ ادوبه وهحط ربع بس من المية الباردة. هو المفروض ان احنا نحط نص تاني. انا بحب اتقله شوية عشان ميبقاش خفيف يعني. بعد ما اتاكد بقى ان هو داب خالص ما عادش فيه اي تكتلات. هنا ده ربع ميه، ربع لتر ميه وحاطه فيها تلج، يعني هي ميه من المبرده وكمان فيها تلج. طبعا لما بجهز بقى الكاسات بتاعتي بيكون التلج ده ساح، لان كان فيه ميه سخنه اوريدي، بس بيساعد اكتر ان هو يبقى بارد وحلو. طيب انا بحط بقى في اطباق شكلها ايه وايه اللي هنصحكم بيه دايما. تجيبوا حاجات ازاز. يعني بصوا دي شكلها حلو قوي البولات دي، وكمان ليها غطا. حلوة للزبادي، حلوة للجيلي، حلوة للحاجات دي. وممكن تجيبوا حاجات اكبر زي دي مثلا برضه دي ليها غطا.
رز بلبن، مهلبية، كريم كراميل الباودر، الحاجات دي. فبصوا التلج اهو بدأ يسيح، وانا عامله في حاجه اصلا بتصب، فعلى طول هملاهم. بس يعني العرايس او البنات اللي بتجهز او اي حد بيجدد، الحاجات اللي بغطا دي بالذات في التلاجة حلوه بقى، ما بيطلعش ريحه ولا هي حتى بتاخد من ريحه حاجه تانية، وبيكون شكلهم كمان شيك كده واحنا مقدمينهم. ده كده شكلهم، بصوا بيبقوا جمال جدا. وكمان اغطيهم بقى وادخلهم التلاجة، بصوا بتبقى جميله جدا. دخلهم التلاجة، وهوريكم بقى شوية مشتريات جبتها للكوفي كورنر كده والمطبخ، يعني مجات وحاجات رايقة كده. تعالوا بقى كده اوريكم حاجات جبتها لذيذة جدا. انا دلوقتي بغير شوية في الكوفي كورنر كده، وحابة ارجعه يعني الوان اكتر ومود كده اكتر حلو. فحبيت اشتري شوية حاجات تغير كده المود. فاول حاجة جبت، بصوا دي فناجين للقهوة. انا كمان بقيت حابة قوي فكرة ان الحاجات دي بتتباع بالواحد، مش لازم ان احنا نشتري طقم. دول حلوين قوي، وكان الواحد تقريبا ب40 50. يعني الحاجات دي طبعا برضو بقالي فترة بجيب فيهم، فحلوين وحجمهم حلو قوي للقهوة، ولوزات كده ان كل واحد ليه رسمة بتاعته، فحلوين قوي. جبت كمان بقى فناجين، بصوا قمر ازاي، دول برضو بالواحد، بس دول بقى حجمهم يعني احلى اللي بيحب يشرب قهوة دبل مثلا. يعني دي سنجل، دي دبل. فجبت ده، وجبت كمان البينك، بصوا رائع، وتحسوهم بقى جو الصيف كده لذاذ قوي. والاحمر كمان، الطبق بتاعه ده بس عايز مكان الستيكر كان ملزوق يعني. بصوا شكلهم حلو قوي. فهنظبط الكوفي كورنر كده مع بعض برضو. وجبت كمان كان في جروب عامل عليهم عروض، فبصوا الحاجات اللي بالواحد دي والله حلوة قوي، احسن ما بنجيب 6 وما نعرفش نتعامل بيهم. جبت كمان، بصوا بقى الصينية دي قد ايه حلوة، هي شكلها كده متعتق، وبصوا تحفة بجد. يعني في ناس بتحب الستايل ده، فانا حبيتها قوي 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 وجبتها. وهي كبيرة طبعا، هي تنفع للديكور وتنفع تقديم وتنفع البرفيومز، تنفع لحاجات كتير قوي. فحبيتها، وهي بلاستيك بس قوي يعني. جبت كمان بقى للنسكافيه كده الصبح الكوبايه دي، بصوا حركتها لذيذه قوي عشان ما تكسرش التانيين. فهي لذيذه برضو، عجبتني. حسيت ان فيها حركه كده، ولو عندنا حد بنقدم له برضو حركاتهم حلوه يعني. استكمالا بقى لجو الكوفي كورنر اللي عايزه اعمله. بصوا المج ده كمان حلو قوي، وحجمه بقى كبير، نسكافيه او شاي، حلو قوي. وجبت كمان المج اللي هو طالع ترند قوي ده شكله، بس ده حجمه صغير، انا مش عارفه في منه احجام تانية ولا لا، بس ده حجمه صغير. فينفع برضو قهوة او مش عارفة يعني نسكافيه او لاتيه او كده، ممكن اللي هو الماشين ساعات بتعملهم صغيرين، فممكن نعمل حاجة صغيرة. بصوا برضو فيعني عايزة اتعالج من حوار الكوبايات والمجات ده. بجد اشتريت يعني الحمد لله يا رب، يعني كمية حلوة اعمل بيها كده تغيير، وبتغير في نفسيتي. انا بشرب مشروبات كتير سخنة طول اليوم، ف ببقى حابة كده دايما
اغير الكوبايات واغير الحاجات اللي عندي. جبت كمان صواني تانية للديكور، جبت دي برضو دي تنفع للبرفيومز وتنفع للحاجات دي. وجبت كمان صينية تانية مراية كده، وده شكلها. جبت بقى كمان للبيت حاجات وللعيد حاجات عشان الهاند ميد. جبت الاول كمان ليا، بصوا لقيت وايت منزله البادز بتاعه الميك اب دي 80 واحده ب45 جنيه، فحسيت انها حلوه وانا بحب منتجات وايت جدا. وجبت كمان التول دي بتاعه المساج، بصوا الكور دي بتتحرك. حبيت فيها ان هي ميتال يعني، بصوا. فطبعا بقى مع اي يعني كريم او اي سيرم او اي زيت مساج، او حتى لو حد يعني بيعمل حاجة علاجية فمرهم او كده، ممكن كمان تكون حلوة قوي. جبت كمان البولز دي للغسيل، دي المفروض ان احنا بنحط فيها المسحوق او المعطر يعني بتاع الغسيل او الحاجات دي، وان هو بيخلي الفعالية اكتر. فهو المفروض ان هي احط فيها المسحوق كده من جوه، تكون فيها سفنج كده. بصوا ده شكلها. المفروض بقى ان احنا بنملى دي بالمسحوق، وهي طبعا الحاجات اللي طالعه منها دي زي تكون بتدعك شويه في الغسيل اكتر يعني، وتخليه حلو. جبت بقى كمان بصوا دول ماجنتيك للتلاجة، وفيهم لزق كده سوري، وفيهم ورق كده ممكن نكتب عليه اي نوتس، اي حاجة ناقصة عندنا. حسيتهم برضو حلوين قوي. ودول بقى جبتهم عشان اعمل بيهم اشكال هاند ميد معاكم ان شاء الله كده واحنا بنزوق للعيد. بصوا حلوين قوي قوي قوي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، واستنوا فيديو بقى اللي هنظبط فيه كده الكوفي كورنر مع بعض ونحط الحاجات الجديده. واوعدكم ان هو هيبقى شكل مختلف وفي فكره حلوه قوي لاي حد عايز يظبط الكوفي كورنر بتاعه بسعر مناسب. هنحتاج مجات ساده او فناجين ساده اللي موجوده في كل بيت، وهنعمل بقى احنا حركاتنا كده والتريكات بتاعتنا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.